عليكم. معكم هاني. جبتكم اليوم وصفه جديده واللي هي عباره عن حلوه الهلال. لهاد الوصفه نحتاج لهاد المقادير. عندنا 250 غرام زبده طريه، عندنا 3 حبات فرماج بورسيون بالشكل ولا كاري ولا شكل ليسونسيال، 3 حبات فرماج، عندنا معلقه صغيره لافاني وفارينه باش نطم العجينه تاعي. للحشو نحتاج حلوه الترك، وللتزيين عندنا مربى، عندنا غوفرير هرمش، عندنا سكر ناعم، وعندنا قليل من الشوكولا. ناخذ الزبده تاعنا نضيف لها فرماج 3 حبات. هاد الوصفه ما نحتاجو فيها لا سكر لا بيض. ندخلو الفرماج مع الزبده، الزبده تكون طريه. نخليهم مليح مع بعض. تشوفيهم ندخلوا ببعضهم. نزيدوا معلقه تاع لافاني يكوت نحكم عليها، ونطم العجينه تاعي بالفارينه. نزيد في الفارينه حتى تنطم العجينه. نحيت المعلقه راني نخدم بيدي. نزيد الفارينه، العجينه تاعي مازال خصها. ندخل الفارينه مليح، نزيد حتى العجينه تاعي تولي ماسكه، ما تبقاش تسخنه في يدينا. هاي العجينه تاعي راني طميتها، راني درتها لكم طريه ماشي قاصحه. نديرها في البابي فيل باش ما تيبسليش كي نكون نخدم. هكذا نلفها باش تبقى لي طريه وما تغبنيش، خاطر كان تنشوف لكم غادي تبقى تفتت هكذا. ونبدا طريقه التحضير كيفيه تاع نفورميو الحبات تاع الهلال تاعنا. غادي دروك نروح للمرحله الثانيه وهي نوريكم كيفاش تفورميو الهلالات تاعنا. انا استعنت بالغلاقه تاع قاروره الماء تاع 5 لتر حتى 5 لتر باش تعاوني تجيب لي الحبه مدوره نيشان. نرفد شويه عجين، شويه برك، نخدمها بيدي شويه مليح، نعاود نحلها للطابله هكذا. ما تكبروش بزاف باش الحبات ما يجيوكمش كبار. نرفدو شويه من العقده برك باش تذوب لداخل. هاد لافارس اللي هي عباره عن حلوه الترك. ونعاود نبلع العجينه تاعي، نبلع على الحلوه لداخل. وشوفي كيش ديري، ما تخليهاش تبان باش ما تخرجش على برا، باسكو الا خرجت لك غادي تذوب وغادي تحرق لك الحلوه تاعك. هكذا من بعد لي بلعت على حلوه الترك لداخل. قوم هاد العمليه هكذا
كيصل على هذا الشكل. نجيب الغلاقه تاع القاروره تاع الماء وندور عليها الهلال تاعنا هكذا، تعطيك هذا الشكل. هذا الشكل هكذا. هاي دي الحلوه تاعي من بعد لي فورميتها اللي شكلتها هلالات. غادي نطفحها دروك على فرن درجه حرارته 160 درجه مده 10 دقائق. ما تنساوش بلي هاد العجينه تاعي ما فيهاش البيض، غادي نستنى برك العجين ينشف شويه ونعاود نخرجها. من بعد اللي خرجت الحلوه تاعي من الفرن طيبتها ابلون، نرفدها دروك باش نقوم بعمليه التزيين. نكون ضربت المعجون تاعي بالفرشيطه باش يولي لي سائل، بالبانسو نحكم وندهن الحبات تاعي بالكونفيتور، ندهنها من جهه فوقانيه برك. من بعد فوتها في الكوفريت اللي كان ملحي. هكذا نلصق فيها كوفريت كامل، ننفض زياده ونحطها. نكمل حبات تاع الكاطو كامل هكذا. زيد زين الكوفريت ونكمل كامل الكميه. الحلوه هذه تمد لك 250 غرام، تمد لك 21 حبه حتى 22 حبه. وإلا ما كفاتش دوبلي المقادير تاعك هكذا. الان ناخذ الشوكولاته تاعي اللي كنت ذوبتها ودرتها في هذا الكيس الحلواني كنت ديجا قصيته. نبدا دروك وضع خطوط من بعد نرش السكر بلاص هكذا. نكمل انا الحبات اللي هم باقيين لي ومن بعد نوريهم لك طبق التقديم. كان هذا هو الشكل الاخير تاع الوصفه تاعنا. نتمنى انها تنال اعجابكم، واذا عجبتكم الوصفه ما عليكم غير ديروا لي جيم اي لايك. ما نستنى اي استفسار او تعليق او سؤال. وما تنساوش الانضمام على صفحتي على الفيسبوك هاني. كنتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.